لا يمكن أن تجد شخصا من أهل الباطل يكون كلامه باطلا كله، لأنه لو كان كلامه باطلا كله لما استجاب له أحد ولا ما سمع له أحد. لكن أهل الباطل يخلطون باطلهم بحق، وقد يجعلون الحق كثيرا، لكن الباطل عظيم التأثير. قد تجد رجلا يتكلم وقد يقرر السنة ويتكلم عن السنة، ولكن يخلط كلامه عن السنة بشيء من البدعة، وهذه البدعة إذا وقرت في القلب أفسدته. ولذلك يا إخوة لا حجة لأحد في أن يقال إن فلانا كلامه فيه حق. ما في أحد يتكلم بالباطل إلا ويجعل فيه حقا، وإنما العبرة بحقيقة الكلام ومراميه وما فيه. ولربما سقطت قطرة سم في وعاء عسل فأفسدت العسل على أهله. وهذا يا إخوة يجعلنا نحذر فيما نسمع. فكم من شخص دخل عليه الداء من كلمة في كلام ومن جملة في جمل، وهذا يدلك على فقه السلف في نهيهم عن مجالسة أهل البدع والاستماع لهم.